السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ يومنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلوات الله والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللي شايفينه في الفيديو دي اسمها حلويات أو اسمها نفوس. اللي عارفها يعني اللي أكيد يعني بيحبها أو بيعشقها زي كده أكيد هيعرفها، بس هي جديدة شوية في التسوية. هنعملها سوا مع بعضينا مع حتة كبدة كده وشوية الدهنة دول. طبعا ما حطيتش ولا نقطة زيت ولا سمنة ولا أي حاجة. الدهنة دي هتنزل سلة، والحلويات كمان هتنزل برضو سلة حلو جدا. يعني كان كمان زيادة، يعني كان هين عليا صفيه لأن أنا ما بحبش الدهون كتير. فطبعا زي ما انتم شايفين كده حطيت طبق صغير كده دهن صغنن كده. بصوا طلع السلة ازاي. ده بعتبره سمنة في البيت. بطلع كيس في اي اكل طبيخ اي حاجة واحط الكيس ده، بيغنيني عن ان انا احط سمنة او زيت او اي حاجة. ولو ما فيش او مثلا مش حابة استخدمه لان برضو مش بطلعه على طول، بحط معلقة سمنة واحدة بس، معلقة ومعلقة زيت. ما بكترش برضو، مبحبش الدهون كتير في الحاجة دي. فهنا طبعا حطيت الحلويات او النفوس اللي عارفها بالاسم ده وبالاسم يعني. فحطيتها وشوحتها كويس، قلبتها لحد ما اتحمرت. شايفين اتحمرت خالص. فانا دي عارفه ان هي جديده، انا كنت عامله كيسين منهم كده، فكيس جربته قبل ما اصور. تحس ان هي شديده شويه. في منها حلويات بتبقى طريه، فحبيت ان انا اسويها بشويه ميه. يعني حطيت كوبايه ميه، اول ما تغلي بقى غلوه واحده على طول هوطي النار. وطبعا وانا مغطياها وسبتها مثلا حوالي 10 دقايق كده تاخد وتدي مع نفسها لحد ما المية نشفت خالص واستوت كده. فتحت الغطا وخلاص، اتأكدت ان المية اتبخرت مش موجودة. حطيت بقى الكبدة. بعد ما نشوح الكبدة تشويحتين كده حلوين، هننزل طبعا بالبصل، لان البصل برضو بياخدش وقت. هي الكبدة برضو بتاخدش وقت، بس البصل والفلفل في الاخر عشان بحب يدي القرشة سنة بسيطة كده، ميبقاش دبلان وطري كده ومش باين في الاكل مختفي يعني. هنا بعد ما قلبتها وحسيت خلاص الكبده تمام، رحت نازله بحبه البصل تقلبتين برضو، وبحط الفلفل بس تقلبتين وهنطفي عليها. طبعا الفيديو كنت عايزه اقول لكم ان انا كان نفسي ينزل في ميعاده. كان ليوم الوقفه، كان وقفه العيد الفطر المبارك. كان نفسي انزله في ميعاده واقول لكم كل سنه وانتم طيبين واكمل وانزل فيديوهات، بس حصل مشكله فالحمد لله يا رب. برضو قدرت ان انا اقف واكمل لان انا كنت تعبانه اليوم ده جدا جدا جدا. فقدرت ان انا اقف واكمل، وبرضو قلت لا انا مش هستسلم، ونستغفر ربنا وندعي ربنا، وربنا ان شاء الله يفك الكرب يا رب، ان شاء الله يفك كرب كل مسلم وكده. وكان اليوم مقضيه بقى في الاستغفار وفي الدعاء والاذكار والصلاة طبعا والعبادة. كنا طبعا صايمين وكده، الحمد لله يا رب، وعدى على خير الحمد لله. هنا بقى بحط التوابل. هي خلاص كده استوت. حطيت معلقة كمون في الأول، وبعد كده نص معلقة فلفل اسود ونص معلقة سماق. السماق ده جميل جدا، بيدي التسكيرة بمزازة يعني. شفتوا المسك كده الحلو مع الحازق، انا بحب المسك ميكس ده. ومعلقة ملح طبعا صغيرة مليانة علشان الكمية، انا عارفة ملحها قد ايه، بس بحاول يبقى الملح الاكل عادي، ما بحبش الحاجة الملح زيادة فيها. بس قلبتها تقريبا بالتوابل، فحسيت ان هي كلها دهون. زي ما قلت لهم كده بحبش الدهون كتير. هعمل حاجة بعد ما بحط التوم بقى. التوم ده انا التوم الابيض اللي عندي خلص. حطيت التوم ده بالكزبرة وبتوابل كده معينة، كنت عاملاه للملوخية لأكل معين، بس والله طلع تحفة وعمل ريحة وادى طعم جامد جدا يعني. حطيته في اكل كتير معين لان اضطريت استخدمه بدل الثوم الابيض، فلقيته طعمه خرافة في حاجات كتير. يعني مش لازم نعمل حاجة معينة، يعني اتعلمت كده ان حاجة معينة لأكلة معينة لا، اجربها في كذا حاجة واشوف طعمها ايه. طبعا هنا حسيت ان السلة كتير، كنت هصفيه فما رضيتش، قلت خلاص خليه، بس عايزة اخد يعني منه صوص. فنص كوباية الماء الصغيرة دي حطيتها تاخد غلوة، وهشيلها على طول من على النار، مش هستنى، هي يا دوبك هي بتغلي. نص كوباية المية دي ادت صوص كده ولمت اللي في الحلة كده في قعر الحلة. تحفة تحفة يعني. لما تفضي بقى الحلة دي ولقمة عيش بقى وغمزهم
والله بيبقى لذيذ، كان طعمه لذيذ جدا الحمد لله. هنا بقى حطيت حلة، انا شلتها طبعا زي ما قلت لكم على النار على طول علشان يبقى فيها صوص، وغطيتها. الحلة دي حطيت فيها معلقتين زيت، وهنزل بمعلقة كبيرة شطة. بعمل شطة زيت اللي هي بتبقى في المحلات، في اي محل شطة زيت دي بتبقى نار طبعا. فحطيت شطة زيت، وقلت اعمل لهم ايه، في حبة مكرونة في التلاجة من امبارح، لو بيتت تاني هتترمي خسارة، مش هياكلوها. انا قلت اسخنها وفرفشها كده، واخليها ايه جنب الكبدة ناكل فيها. طبعا هنا حطيت يعني الدخان، شايفين الدخان اللي طلع ده، لقيت نفسي شرقت، كنت هفطس الحمد لله، وصايمة بقى وتعبانة، والكاس جنبي داخلة طالعة عمالة بقى كحت، قلت لها اطلعي بعيدي ابعدي بعيد. بعد كده قلت لا كده كتير، انا هاخد الايه الحبة التقال اللي في الجناب دول، يبقى برضو صلصة او الشطة بصلصة بسيطة يعني، الحقهم واحطهم ايه في التلاجة. هحتاجهم برضو في اكلة تانية، في اي حاجة. اي نوع مكرونة برضو نعمله، ياخدوا معلقة منه كده في المكرونة او في الاكل، اي اكل بياكلوه بتدي طعم حلو، وبتبقى مشطشطة، لان طبعا بما اني احنا بنحب يعني الشطة عامة في الاكل. تقليبة طبعا، الصلصة انا مسبكاها وعاملاها بالثوم وملح وفلفل وحبة سكر ومظبطة. جبت بس المكرونة من التلاجة، هي والله كيلو زي ما هو، يعني يا دوبك خدنا منه طبق ولا طبقين بس، محدش كل منها. كان في اكل تاني، فعشان كده هم بيستسهلوا يعني الحاجة اللي موجودة قدامهم، يقوموا سايبين التانية. فانا ما برميش بصراحة، بستخسر وحرام، هنتحاسب على اللقمة. لو لقمة صغيرة نرميها يعني، هنتحاسب عليها. فابتديت طلعتها بقى وحطيتها جنب الاكل، وكلناها مع الكبده اللي حطه على الوش كده، واللي كل برضو ايه بالعيش وجنب المكرونه، يعني كانت جميله جميله فعلا. مع ان انا ضد ان حد ياكل بعيش ومكرونه سوا، اتنين نشويات، او عيش ورز سوا. عامه انا ماشيه على ده، لكن عيالي بحاول امشيهم زي بس. الحمد لله. هنا بقى غرفنا خلاص المكرونه، وهغرف الكبدة دي كانت تحفة، يا ريتكم كنتوا معانا، كنت شامين بس الريحة كده يعني. وانا بعملها الريحة جوعتني، خلتني تعبت وهبطت اكتر. والله كان زي العسل. وعملت لهم كمان تمر طبيعي، بس الصراحة ما قدرتش اصوره يعني. انا كويس ان انا صورت دوت، لان كنت تعبانة اليوم ده بالفعل، مع المشاكل تعبتني اكتر الحمد لله. فطبعا عملت لهم تمر طبيعي، وان شاء الله بنزله لكم في وقت باذن الله، او في فيديو تاني. وحطينا الاكل وكده، الفيديو يكون خلص. متنسوناش في دعواتكم، والرحمة لوالدتي بالمغفرة والفردوس الاعلى. والسلام عليكم.